السلام عليكم بنات، عيد مبارك سعيد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم الفلوق ديال العيد والتحضيرات ديال العيد. يعني هنايا بديت لكم بالحلوى. الصراحه ما صورتش لكم المقادير وطريقه التحضير وهذا، حيت كان الوقت عندي مزير، وقلت علاش لا نوريكم الشكيلات ونقول لكم كل شكل شنو فيه. هاد الصابلي هذا البنات كيجي زوين بزاف، كيجي بالشكلاط بحال المذاق ديال نيغريتا صافي، وكتقطعيه بالشكل اللي بغيتي، وكتزوقيه اما بكاوكاو اما انا داكشي زوقت بداكشي اللي كان موجود عندي بالكوك. وهاد القويطات هادو البنات درت فيهم واحد الخليط ديال الكوك اللي قليتو، حمصتو شويه مع نيستلي مع بيمو ديال سيلفيا اللي كتعرفوه ديال شكلاط بيض. صافي كنطحنوهم كاملين وكنخلطوهم بنيستلي او الحليب المركز، وكنكوروهم وكنديروا عليهم الشكلاط من الفوق. ودرت جوج شكيلات اللي فيهم واحده بلوز ايفيلي والاخرى زوقتها بالشكلاط بيض. وهاد الحلوه هادي ديال الفرماج والفيوتينغ وشكلاط بيض، هادي الحلوات الهلال اللي معروفه، فيها المكسرات، فيها الزبيب، فيها انا ما درتش فيها الجلجله البنات، فيها الكركاع واللوز والزبيب وكاوكاو، وكتجي زوينه هشيشه بزاف. صافي ملي كطيب كنديروا ليها سكر كلاصي من الفوق. وهذه ريش بوند اللي معروفه صراحه. هذه كانت الطاوه الاولى، يعني الحلوه الاولى تحمرات ليا شويه صافي، المهم ولكن جات زوينه. زوقتها بالكونفيتير والكوك. المهم راكم عارفين الحلوه ديال ريشبون. اما هاد الغريبه واعره هاد الغريبه ضروري غادي نشاركها معكم شي نهار بوحدها، حيت كتجي رائعه بمذاق الحامض وسنيده من الفوق. وملي كتخرج كنزوقوها بالشكلاط وهكا كتحكي الحامض من الفوق، كيجي واحد لوغو اللي زوين بزاف بزاف. وهاد الصابلي حتى هو اللي زوقته بسكر كلاصي من الفوق، والكراميل درت ليه الملون الاحمر. صافي هنايا البنات كنت باغا نصايب في هذا الطبسيل، ساعه جاني صغير وقديته في هذا الطبسيل الكبير بالطريقه ديال زمان. قلت اللهم نديروه في طبسيل واحد وندير الشكيلات كلشي هكايا بطريقه زمان كيف ما كتشوفوا. توحشنا الصراحه. وهذه هي حليوتي ديال العيد اللي وجدتها في واحد النهار. كما قلت لكم البنات صوبتها في واحد النهار. وبالنسبه للزواق اولا هكا زعما الكماله ديالها درتها لغد ليه وصافي، وحطيتها هكايا بريزونطيتها في هاد الطبسيل هذا بالشكل ديال زمان. ونتمنى الاعجاب ديالكم، وخليو لي التعليق البنات الا بان لكم شي شكل بغيتوني نشارك معكم الوصفه ديالها ولا شي حاجه. خليوها ليا في التعاليق. صافي مورا ما ساليت الحلوه ديالي وزوقت وهذا وساليت الدار فرجت وكلشي المسائل راكم عارفين العيد والجرا ديالو. صافي دزت هنايا باش نقاد يديداتي. المهم البنات انا كنت اولا نمشي للصالون وقاد كلشي في الصالون، ولكن صراحه الله الصالونات والحمامات راكم عارفين مع العيد كيكونوا عامرين بزاف وخاصك تسناي. والنوبه انا الصراحه ما يمكنش ليا، ما كنحماش الزحام، ما يمكنش ليا نتسنى هكا مع التربيه وهذا. المهم راكم عارفين مع ولدي، واصلا انا ما عنديش مع الزحام، وقلت علاش لا مادام انني متوفر عندي كلشي في الدار كيف ما كتشوفوا، علاش ما نقادش لراسي ونصايب كلشي لراسي. صافي هنايا البنات غادي ندير المانيكير والبيديكير، وغادي نشوف الصباغه عندي هادو ديال كابريس. خديت هادو ديال ماشي كابريس، توب فيس. وكاينين هادو ديال ايسونس اللي خديتهم من لاسبان. صافي يعني متوجد عندي كلشي، يعني قلت علاش لا نصايبهم ونقادهم لراسي. واخا الصراحه ما كنعرفش مزيان ولكن كوميم نصايبهم غير راسي نتفادى الزحام ديال العيد وهدايا. صافي من بعد ما غادي ندير المانيكير وغادي ندهنهم بهذا الزيت. قبل ما ندهنهم بالزيت غادي ندير الكوماج وندير الكريم. صافي موراها غادي ندير يعني لي زيتاب اللي كيديروا لينا في الصالون كامل. ومن بعد كما قلت لكم غادي ندير لهم الكوماج، ومن مورا غندير هاد الماسك هذا ديال التبييض اللي جبتو معاه من ليسبان واعر بزاف. وهذا ديال ايفغوشي بالنسبه للرجيلات حتى هما، والكريم حتى هو زوين. وكذلك هادو ديال اوريفلام
صافي هادو هما لي برودوي باش غنخدم المانيكير والبيديكير البنات غير في الدار. والمهم بالنسبه لهذا اللي وريتكم البنات راه زوين بزاف بالنسبه للرجلين، كيحيد التشققات، كيحيد كاع الجلد الميت وكيرطب الرجيلات بزاف بزاف. صافي ما اخر ايطاب غادي ندير هادو ديال اوريفلام. وهنايا البنات كنت حطيت كلشي هنا باش ما ننسى حتى شي حاجه. وغادي ندوز دابا غادي ندوزو للوجه لا سكين كير اللي غادي ندير لوجهي من بعد ما نسالي المانيكير والبيديكير والمسائل كامله وندير الفيرني هكايا ندير صباغه. غادي ندوز لا سكين كير اللي غادي ندير بالنسبه لي ماسك البنات. عندي هذا ديال الرجلين، من بعد ما ساليت البيديكير درتو لرجليا خليتو فيهم تقريبا واحد نص ساعه المكانه. وهذا ديال اليدين خطيرين خطيرين زوينين كيرطبوا لي اليدات بزاف وكيرطبوا الرجلين، كيعطيهم واحد ليكلا واحد الترطيب خيالي زوين بزاف. بالنسبه لهاد لو ماسك هذا ديال الشاي الاخضر، هذا اللي كناخذو من مينيسو ديال الشاي الاخضر زوين حتى هو زوين بزاف، يعني كيصفي البشره وكيعطيها واحد ليكلا اللي كبيره. بطبيعه الحال هذا ديال الوجه غادي نديرو من بعد ما ندير هاد لو ماسك هذا اللي هو فيه جيل، وفي نفس الوقت ماسك الوجه كتغسلي به وكديري هاد الماسك هذا ديال مينيسو. من بعد ما كيشرب لك وجهك هذاك داك لا كريم كلشي ديال هاد الشاي الاخضر. من بعد كديري هاد السيروم هذا كيعطيه واحد الكلوي زوين بزاف بزاف. هنا البنات وريتكم يدي الصباغه اللي درت هذا اللون هذا باش يتماشى ليا مع اللون ديال الصاك ومع اللون ديال الصبيبيط. هذا البنات راه ديجا شاركته معكم في الفيديو اللي قبل من هذا من المشتريات ديالي لتحضيرات العيد وهذا. وهذا المخور اللي غادي نلبسوه البنات في العيد، اخترت هذا اللون هذا الغوز باش نلبسو في العيد مع هاد لو صاك والفولار تا هو الشال خديتو تا هو. المهم تقريبا ماريتو معاه مع الصنيديلات اللي ولا الصبيبيط اللي تقريبا كلشي فيهم هاد اللون ديال البرغاندي الصراحه اللي طلع طوندونس. وبالنسبه لهاد الكيمونو خديته في صحارى مول عند بسمه بن ربيعه، المهم الا كتعرفوها. كنت شفتو عندها في التيك توك وعجبني وقلت نمشي نشوفو وناخدو، الا عجبني ناخدو. الصراحه دارت ليهم اثمنه زوينين ومناسبين. صافي وغادي نماريهم مع هاد الصنيديله هادي اللي هي تاهي في نفس اللون ديال الصاك تقريبا. بالنسبه لهاد الكيمونو عجبني بزاف بزاف، فيها الطريزه بالذهبي صراحه ماشي سواقيه ولكن عطاتو واحد لو شارم اللي زوين بزاف. وغادي نلبس معاهم هاد لا مونطخ اللي كنت خديت عند السيده اللي هي ليديز فاشن. وهادو لي زاكسيسوار ديالي غادي نلبسهم وكذلك هاد البارفان خمره اللي الصراحه واعره 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 بزاف. انا بالنسبه للعطور العربيه ما كنتش كنزعم عليهم بزاف، ولكن من بعد ما شميت هاد البارفان هذا عند الاخت ديالي عجبني بزاف. هي كانت شرات الباك فيه البارفان ديال الشعر والبارفان هكايا وديودورون. صافي صراحه انا مبغيتش ناخذ لو باك كامل، خديت غير البارفان كيجي في الباكاجين ديالها واعر كيف ما شفتوا. وبالنسبه للريحه ديالها زوينه بزاف، في الاول كتجيكم قاصحه ولكن من بعد كتبرد وكتعطي واحد الريحه اللي واعره بزاف، يعني واحد العطر اللي فواح وكيليق المناسبات بحال هاد الاعياد وهذا الاعياد هكايا والمناسبات التقاليد. وصراحه عجبتني بزاف بزاف، اول مره في حياتي نجرب شي عطر عربي ونوصيكم بها بزاف بزاف البنات حيت صراحه غادي تعجبكم. صافي هنايا دزت صايبت لي جوج كيكات هكايا، وحده غنديها عند ماما وصايبتهم كلشي بالشكلاط. صراحه انا درت خليط واحد درت فيه 6 البيضات ودرت فيه كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال دانون، كاس ديال سنيده، ودرت الشكلاط مع ذوبته وزدت عليه كاس ديال لا كريم فريش سائله وخلطتهم وعاد زدتهم على الخليط ديال البيض وسنيده والزيت هذا. صافي من موراها زدت الدقيق ومعلقه ديال الكاكاو وجوج ماشي جوج خمارات، 3 الخمارات ومعلقه ديال الخل. صافي كنخلط هنايا الى عندكم لومون كبير زعما قياس ديال واحد لومون كبير، ولكن انا ليمون اللي عندي راهم صغارين كيف ما كتشوف يعني ماشي ليمون كبارين.
صافي قسمت الخليط على جوج وزوقتهم بالكركاع ولي بيبي دو شوكولا. هنايا صبحت العيد مشيت عند ماما، هنايا كنصور لكم الطبيله. صافي ديت التبصيل ديال الحلوى اللي صايبت. هنايا صايبات العسل والزيت وهذا، والكيكه اللي ديت ليها. وهنا كنا كنتسناو الاخت ديالي باش تجي حتى هي اللي غادي تجي مورايا. صافي وهنا صورت لكم الكيكه اللي قلت لكم جبتها، وهذه هي الطبيله ديالنا. وكنتسناو الكيكه ديال اختي مازال غنصورها لكم، حتى هي دارت الكيكه وجابتها معاها. هي دارتها بالحامض. وصراحه كنقلب على الفيديو ديال فاش صورت الكيكه ديالها، ما عرفت فين ما عرفت فين ما تصورش ليا. هنا جبت الكادو ديال العيد لولدي، الله يعطيها الخير والله يفرحها حتى هي بحقها ان شاء الله، ويعطيها الذريه الصالحه. وصافي هنا كنصور لكم الاوتفيت ديال العيد كيفاش كيجي في اللبس. هنايا هذا الكيمونو كما وريتكم كيجي زوين رائع. خليو لي الراي ديالكم في التعاليق، كي جاكم الكيمونو، كي جاتكم الاوتفيت ديال العيد. ونقول لكم بسلام عليكم وعيد سعيد.